السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هو اول حلقة من تأسيس جرامر المستوى الاول. هنبتدي من الاول خالص ب indefinite article ادوات النكرة. وقبل ما نبتدي عايزه اقول لكم ان احنا عملنا جروب على التليجرام لكل اللي هيتابعني في كورس الجرامر. هننزل عليه الشتات المهمة وهننزل عليه هوم ورك هتحلوها وتبعتوا لي الحل على الجروب وهصححها لكم باذن الله. فلو حابب تتابعني في كورس الجرامر ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، كمان تفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. ما تنساش كمان تشترك معانا في جروب التليجرام. ويلا بينا نبتدي على طول. فيديو النهارده عن the indefinite article. يعني ايه indefinite article؟ يعني ادوات النكره. طيب ايه هم ادوات النكره دول؟ هم a و an. طيب انا ليه سميتها اداه نكره؟ يعني ايه اصلا اداه نكره؟ يعني مثلا لو قلت لك give me a book، give me a book يعني اعطيني كتاب. انا كده محددتش اي كتاب، محددتش كتاب معين بعينه، لا قلت لك اعطيني كتاب يعني اي كتاب. a book هنا اداه نكره. طيب لو قلت لك مثلا give me an egg يعني اعطيني بيضه، an egg. طيب يعني برضو محددتش بيضة معينة، قلت لك اعطيني بيضة، اي بيضة. طيب معنى كده ان في حاجة اسمها definite article يعني اداة معرفة. ايوه طبعا في حاجة اسمها definite article. يعني ايه definite article؟ لما بحدد حاجة معينة بقى اقول لك اعطيني الكتاب، يعني الكتاب ده، الكتاب اللي انا بشاور عليه ده، او الكتاب اللي انت عارفه اللي انا اقصده. فهنا هنقول the book، give me the book يعني اعطيني الكتاب. لو قلت لك اعطيني البيضة يعني البيضة دي اللي انا شاورت عليها دي، او اللي انت عارف انا اقصد ايه، اقصد البيضة دي، يبقى انا كده عرفتها. فهقول give me the egg. يبقى كده عرفنا يعني ايه اداة نكرة ويعني ايه اداة معرفة. طيب الفيديو ده هنشرح بالتفصيل ادوات النكرة وان وامتى استخدم وامتى استخدم ان. وفي فيديو قادم ان شاء الله هنشرح ذا بالتفصيل، فركزوا معايا كويس قوي ويلا بينا نبتدي الفيديو. نيجي لأول حاجة the indefinite article أداة النكرة. امتى استخدم بستخدم قبل الاسم المفرد اللي بادئ بصوت ساكن، بصوت ساكن واسم مفرد. يعني ايه اسم مفرد؟ يعني حاجة واحدة بس ولو جمعتها اقدر اعدها. يعني اول حاجة ان بتيجي قبل الاسم المفرد. يعني معنى كده لو عندي اسم جمع ينفع احط قبلها لا طبعا ما ينفعش نحط قبل الاسم الجمعي، لازم يكون اول شرطة الاسم مفرد. طيب وايه كمان؟ الاسم المفرد ده يكون بادئ بكونسونانت ساوند يعني بصوت ساكن، مش حرف ساكن، لا كونسونانت ساوند. طيب يعني ايه اصوات ساكنه؟ ركزوا معايا كده. احنا عندنا 26 letters يعني عندنا 26 حرف في اللغه الانجليزيه. طيب عندنا منهم 5 vowels 5 حروف متحركة، وباقي 26 letters اللي هم 21 letters بنسميهم consonant letters يعني حروف ساكنة. طيب ايه هم ال 5 vowels دول؟ اللي هم A E I O U اللي هم بيعملوا لي sounds، بيعملوا الأصوات دول كده اسمهم أصوات متحركة vowel sounds. أي letters بقى غير دول أو أي أصوات غير دول بنسميهم consonant sounds يعني أصوات ساكنة، وساعتها هجيب قبلها طيب خلينا نوضح بإكزامبلز كتيرة علشان نفهم أكتر. مثلا عندي a cat. أنا قلت ليه؟ لأن عندي بادئة ب ك ده ايه؟ consonant sound يعني صوت ساكن مش صوت متحرك اللي هما من الخمسة اللي احنا قلناهم، لا ده صوت ساكن. يبقى جبت ايه؟ امان بادئة يبقى قلت man consonant sound صوت ساكن. a girl بنت، girl بادئة consonant sound. مات بادئة consonant sound عشان كده برضو قلت a box fan pen pencil. كده عرفت ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بادئ بصوت ساكن. طيب نشوف بقى ان بستخدمها امتى؟ بتيجي قبل الاسم المفرد، برضو لازم يكون اسم مفرد يعني جمع ما ينفعش احط قبلها لازم الاسم الاول يكون مفرد، وكمان بادئ بصوت متحرك اللي هما ال 5 vowels اللي احنا قلنا عليهم قبل كده يعني لو لقيت اي اسم مفرد بادئ بصوت اول صوت سمعته على طول احط قبله اداة النكرة نشوف examples. an arm بادئ بايه؟ arm يبقى ده ايه؟ vowel sound يعني صوت متحرك. يبقى قلت an arm
an arm an apple an apple تفاحة an apple قلت يبقى ده ايه vowel sound صوت متحرك يبقى على طول برضو an ant ant صوت متحرك يبقى an ant an egg بيضة an egg ده صوت متحرك يبقى قلت an elephant برضو صوت متحرك يبقى قلت an orange برتقالة صوت متحرك يبقى برضو an. كمان لو قلت an ox قلت يبقى an. طيب an umbrella شمسية يبقى an. طب نركز في التالتة دي our. لو انت قلت ان هو بادئ بالاتش ده حرف ساكن يبقى هتقول لكن ده غلط. انا بقول الصوت الساكن او الصوت المتحرك. انا هنا نطقت اول صوت طلع مني ايه our ده طبعا vowel sound يعني صوت متحرك لان الاتش هنا اصلا silent ما بنطقهاش. يبقى كده اقول an hour an hour. طيب لو قلنا university و university يعني جامعة uniform يعني زي موحد يا ترى هنحط قبلها or an. عندي هنا يو ده من الحروف المتحركة لكن ده صوت متحرك انا نطقته يو ولا نطقته لو نطقته يبقى ده كده صوت متحرك. لو نطقته يو يبقى كده ده من الأصوات الساكنة لكن أنا نطقته هنا يو university يبقى ده إيه صوت ساكن يبقى أجيب قبلها طيب زيها بالظبط uniform يعني زي موحد برضو قلت يو يبقى ده صوت ساكن يبقى أقول uniform. أما لو قلت umbrella بدأ برضو باليو لكن أنا نطقتها إيه ده صوت متحرك يبقى an umbrella. طيب نيجي بقى لآخر حاجة في الفيديو فقرة الأسئلة علشان تختبر نفسك انت فهمت كويس ولا لأ. جاوب معايا الأسئلة دي وقف الفيديو ثواني وجاوبهم انتم وبعدين شغلوا الفيديو تاني ونتأكد من الإجابة الصحيحة معايا. أول كلمة معايا star قلت ايه ده consonant sound صوت ساكن يبقى نحط على طول a star. orange يبقى an orange. hand يبقى ده consonant sound صوت ساكن. apple قلت يبقى الصوت متحرك an apple. book دي consonant sound صوت ساكن يبقى اقول book. lion برضو صوت ساكن فاقول a lion. fox صوت ساكن فاقول a fox. umbrella ده ايه vowel sound صوت متحرك يبقى اقول an umbrella. tree بدأ بته sound طبعا ده consonant sound صوت ساكن فاقول a tree. خد بالك ان TR او DR ما بنطقهاش ته ولا ده لا بيبقى فيه كده زي الشاخ خفيفة كده فبقول tree يعني مش بننطقها tree لا tree. زي train ما تقولش train لا train. طيب كمان عندنا tiger نمر يبقى tiger. lemon يبقى lemon. ant يبقى an ant. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. يا ريت تدعموني باللايك علشان تشجع اكتر واعمل لكم فيديوهات اكتر. لو حابين تتابعوني اكتر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه. وكمان يا ريت تشرفونا على بيج الفيسبوك هينزل عليها محتوى مختلف. اشوفكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.